صباح النور حبيباتي. اليوم ان شاء الله هنحضروا مع بعضنا طبق رائع صيفي بامتياز اللي هو بطاطا روشي. كما راكم تشوفوا البنات رائع اللي يحوز على البنه والمذاق الرائع يجرب البلا هذا. وش فيه؟ نبداو على بركه الله. نجيبوا البطاطا تاعنا على حساب عدد افراد تاع العائله. نرابيوها في الكوطي هذاك اللي يكون شويه خشين، نديروا لها شويه ملح ونصفيوها من الماء تاعها مليح. نحتاجو صدر تاع دجاج نكونوا تبلناه ديجا، حمص، عندنا بصله وثوم، معدنوس ولي زيبيس وبيضه. نجيبوا البرمه تاعنا واش نديروا طرف تاع الدجاج. واش عندك الدجاج نديروا له شويه تاع الزيت، عندنا لي زيبيس اللي هما راس الحانوت، كركم، فلفل اكحل والعكري والملح. نضيفوا لها البصله، 2 سنينات تاع الثوم. نديو البرمه تاعنا على نحطوها على النار تتقلى مليح، نمرقوها ونزيدوا لها الحمص تاعها ونخليوها حتى تطيب ونطفيو عليها. نرجعوا للبطاطا تاعنا، نكونوا ديجا عصرناها مليح مع هذاك الماء. نزيدوا لها 2 مغارف تاع لا شابلور والبيضه، لي زيبيس نفسها حطيناها مع الدجاج، كركم والعكري وراس الحانوت وفلفل اكحل. الملح ديجا كنا حطينا من قبل. نزيدوا لها شويه المعدنوس ونخلطوها كامل، نحركوا مليح مكونات مع بعضهم، خليو مكونات كامل يتجانسوا مع بعضها مليح. نجيو للصدر تاع الدجاج تاعنا هذاك اللي كنا رحيناه ودرنا له لي زيبيس ودرنا له شويه تاع المعدنوس وشويه تاع الثوم وشويه تاع البصله، ودرنا فيه بيضه. نديروهم ديبول صغار كما رانا نشوفوا. نحكموا البطاطا هذيك نديروها في يدنا، نفتحوها ونديروا فيها لي بول هذيك تاع الدجاج، ونديروهم عجيجات ماشي صغار ياسر ومش كبار كما رانا نشوفوا، تكون الكعبه ظريفه. نعاود ندير معاكم واحده خلاف. طريقه بسيطه وسهله، وكما قلت لكم البنات البنه ما نحكي لكمش، البنه تاعها هبال واكله صيفيه خفيفه ظريفه وما تتكلفش ياسر. انا نكمل البنات الحبات اللي بقاو لي الاخرين. تكون ديجا المقله على النار قاعده تسخن، كميه الزيت تكون مليحه باش يطيب لنا هذاك الدجاج اللي لداخل. والنار تنقصوا البنات، على قد ما تنقصوا فيها تطيب لكم الداخل، جامي تقويو في النار تطيب لكم من برا حمرا وتبقى الداخل تاع هذاك الدجاج والبطاطا اللي داخل تبقى لكم نيه. نعطيوها الوقت الكافي تطيب على راحتها حتى نوصلوا اللون تاعها يكون ما يكونش هذاك الاصفر هذاك. لا كان جت اللون تاعها اصفر كما رانا نشوف فيها هذوك، ديري في بالك باللي الداخل تبقى نيه، هذا هو اللون اللي نحتاجوه احنا، تكون حمراء الحبه تاع العجيجه تكون حمراء كما رانا نشوفوا فيها. نحطوهم يسكتروا من الزيت نتاعها ونقدموه، نحطوهم في صحن التقديم، نديروا لها طرف تاع الدجاج تاعها ولا صوص. وبصحتكم نتمنى تجربوها البنات كامل وتخلوا لي في لي كومونتير. انا نفتح حبه قدامكم باش تشوفوا الدجاج كيف ما راه طايب، على عطيتها الوقت الكافي باش تطيب فيه. نتلاقاو في فيديو اخر بصحتكم ان شاء الله، بالسلامه.